شايفة بقى النهاردة الباتيه تحدي ما يجربش الوصفة الخطيرة اللي تجنن دي. شايفين السوا ولا شايفين انا بعملها ازاي في ايدي؟ بصوا انا بعمل البتاهية ازاي. هتجربي حاجة في الطراوة دي؟ لا جربتي ولا هتجربي. تعالي النهاردة انا بتحدى اي حد ان يعمل الباتيه بالشكل ده. تعالي بصي، شايفة الطبقات، شايفة الهشاشة، شايفة القطنية عاملة ازاي؟ رهيبة رهيبة رهيبة. شايفة عملت من نفس العجينة الكرواسون وبرضو طرية عاملة ازاي، وعملتها بالشوكولاتة. وشايفة بقى من جوه حلوة قوي. يلا على طول اعمليها للمدارس وحطيها في اكياس في الفريزر، وطلعيها سخنيها لهم في الميكروويف وحطيها لهم في اللانش بوكس بتاعهم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. يلا بينا. أول حاجة بقى نص كوباية مية دافية، وانزل عليها بمعلقتين كبار من الخميرة وثلاث معالق كبار هرمية من السكر. قلبيهم كويس جدا جدا جدا، وغطيهم واركنيهم على جنب. غطيهم لحد ما تحسي ان السكر كله داب، وغطيهم بقى على جنب. المية تكون فترة، لا هي سخنة ولا هي باردة. كيلو من الدقيق، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. وقلبي المكونات الجافة دي كده مع بعض، اركنيها كده. هنحط عليها بقى بيضتين ماشي، وطالما بيض يبقى هنحط غطا من الخل، وننزل بنص كوباية من الزبدة مسيحتها في الميكرويف 10 ثواني. تمام. وكل الكلام ده بقى مع بعض نحطه في العجان او بايدينا ونخفق كويس. معايا اللبن قد ايه؟ كوبايتين الا ربع، يعني كوبايتين الا ربع، واخده معلقة من الربع كوباية. تمام. رحت نازله بالخميره زي ما انت شايفه كده. العجينه بتاعتنا تبقى فيها سنه لزوجه، تمام، وطريه وعامله زي الاسترتش كده المطاط، تمام، عامله زي الاستك. هاتي بقى طبعا لان بقول لك بتلزق، فدهنتي ايدي بحبه زبده، ورحت بنزل بقى العجينه. وهاتي شويه زيت حطيها في البوله، وسيبيها بقى لما تخمر. شايفه بوريكي ان هي بتمط معاكي ازاي، عامله زي اللبان. خلاص بقى غطيتها كده بكيس وفوطه واسيبها تخمر. بعد ما خمرت معايا بهدي بقى التخمير اللي هي خمرته دي، بحطه بقى كده على الرخامه، وببدا ان انا افرد العجينه زي ما انت شايفه كده، وابرمها واقسمها لاتنين. هشتغل في اول نص وهوريكي هنعمل فيه ايه، والنص التاني هاخده احطه في البوله واغطيه عشان وشه ما ينشفش. تمام. تعالي بقى بصي كده. اول نص هنعمل فيه ايه، هنفرده كده على شكل مستطيل. بس هنحط ايه الاول على الرخامه او على المفرش السيليكون؟ رشه من الدقيق، علشان العجينه بتاعتنا بتلزق. وتحاولي بقى ايه، ال- النشابه اللي بتعملي فيها بحطها في الدقيق وانا بفرد عشان ما تلزقش في العجينه. تمام. هنفردها على شكل مستطيل، وهوريكي طريقتين تشكيل للباتيه بتاعنا النهارده. والحشوات بقى زي ما انت عايزه. معايا بقى نص كوبايه من الزبده بدرجه حراره الغرفه، وبالفرشه كده ببدا ادهن العجينه بتاعتي. تمام. وهوريكي بقى هنقطعها ونطبقها ازاي. وبكل سهوله هتقطعيها كده على شكل مستطيلات، وهنحط كل مثلث بعد ما نطبقه على 4 هنحطه جوه المثلث التاني، جوه المستطيل التاني. تمام. احنا شغالين اشكال هندسيه فاتلخبطت مستطيل ومثلث. هنعملها مستطيلات وهنعملها بنفس الشكل اللي انت شفتيه. هتحطيها بقى كده الاتنين جنب بعض ونحطهم نغطي بينهم. بس بصي انا برش رشه دقيق بينهم عشان ما يلزقوش، وادخلهم الفريزر لمده ربع تلت ساعه. تطلعيهم تكون الزبده تماسكت. رشي بقى على الرخامه. هنا شلت المفرش ورحت بقى جايبه رشيد دقيق حلو كده على الرخامه، وابدا ان انا افردها لمستطيل تاني. هفردها لمستطيل تاني بس هفردها ارفع من المره الاولى. تمام. شايفه كده بقى. معايا جبنه رومي حطيتها في الكبه، بتبقى حلوه جدا. ما تحطيهاش سليمه هتلاقيها ايه مش حلوه. حطيها في الكبه او ابشريها، وحطي بقى الحشوه اللي انت حباها. تمام. انا عملت شويه بالشوكولاته وعملت شويه بالجبن واللانشون. براحتك بقى، حطي كفته، حطي جبنه بيضه، حطي اللي انت حباه براحتك خالص. حطي لحمه مفرومه وابداي ابرومي كده، وحطي رشه دقيق تاني. عفوا. وبعد كده بقى اهم حاجه اقفلي العجينه بتاعتك من تحت كويس، وافضلي روليها كده بايدك، وسعي العجينه ما تخليهاش مكتومه. تمام. ونبدا بقى ايه، ان بصي انا بوسع كل شويه عماله بوسع فيها. ابداي بقى قطعي المقاس اللي انت حباه. انا بحب هنا اقطع مقاس 3 صوابع. حابه تقطعي مقاس 4 صوابع، حتى تقطعي بالمسطره بقى اللي انت حباه. اهم حاجه للتسويه، اهم حاجه
ورق الزبدة في الصينية، هتاخدي تسوية زي برّه، مش هاقول لِك الفران، هاقول لِك المخابز اللي هي الكبيرة بدون ذكر أسماء. معايا بقى صفار بيضة، عليه معلقة صغيرة سكر بودرة، معلقة صغيرة من اللبن البودرة، معلقتين كبار من اللبن. وهنا هاقول لِك هندهن الوش قبل ما تخمر، مش هاستنى لمّا تخمر. رُشّي بقى بعد ما دهنتِ الوش حبة سمسم، حبة بركة، حبة زعتر، حبة جبنة رومي، اعملي بقى الوش بقى زي ما أنتِ حابة. أنا حطيت عليه كل حاجة. أغطّيها بقى بستريتش واسيبها تخمر لحد ما نعمل العجينة التانية. تاني طريقة بقى فردتها مستطيل، ورُحت بقى إيه، باقطّعها بالتقطيع المقاس اللي أنتِ حاباه، تمام. خلّي بالِك العجينة الأولانية، التانية أنا كنت سايباها في الفريزر زي ما هي. هاتي كده العجينة، وهنا حبيت أعمل حبّة سادة، وأهم حاجة تقفّليها وتحطّيها بالشكل ده. باضغط عليها بالرولة وباقلبها علشان الوش اللي هو المتساوي يبقى من اللي هو اللي ظاهر لي. حطيت هنا حبّة باحشيهم أهو، لانشون وجبنة، وقفّلتها وحطيتها عادي جدًا. باضغطها بس كده بالرولة الأول، بالنشّابة أو الرولة كده اللي معايا، وبُصّي بقى باحشيها وقفّلي، قفّلي. وبعد كده من تحت أهم حاجة تقفلي العجينة. هاتي بقى واحدة كده هاقفلها أهي وعريضة، هاقطّعها على شكل مثلث علشان هنعمل كرواسون بالشوكولاتة. عندي بقى شوكولاتة شيبس، هاخد شوية كده، وأهم حاجة تفتحي العجينة فتحة كده من الحرفة خالص، عشان أمّا تيجي تقفلي تدّيكِ المثلث بتاعة الباتيه زي برّه، حلوة جدًا بتاعة الكرواسون عفوًا، تمام. بُصّي بقى جميلة، خطوة البيض اللي بتدهنيها قبل ما العجينة تخمر، علشان لو في ناس بتيجي الفرشة بتهبّط العجين بعد ما يخمر. بُصّي أنا بادّيكِ حاجة اوعي تدوّري ورايا، هتدعي لي عليها. بس أهم حاجة أمّا الحاجة تطلع معاكِ حلوة، دعوة منِّك حلوة. هنسوي بقى إزاي على الرف الوسطاني، نكون درجة مولّعة الفرن قبلها ب10 دقايق. أول ما ياخد اللون الحلو ده من غير شواية ولا أي حاجة، تقومي معاكِ فوطة بلّاها وعصراها كويس جدًا، وتحطّي عليها الفوطة، ولا ترُشّي بمَيّة ولا أي حاجة. شايفة هتاخدي طراوة، اعملي بقى كمية وحطّيها في أكياس في الفريزر، وادّيهم بقى كده إيه وهُم رايحين المدرسة، وجنبي كوباية شاي، يا سلام. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير. إمم، والله تحفة، تحفة، تحفة. الباتيه ده الصبح مع كوباية الشاي وأحلى مزاج. يالّا بقى أتمنى الفيديو عجبكم، لايك وشير، سلام.